اوكي، يلا تعالى نبدأ بقى بدمياط، ونبدأ ايه نمزمز فيه كده واحدة واحدة، ونشوف الامتحان. على فكرة امتحان دمياط هقولها لك تاني، امتحان دمياط من الامتحانات اللي كان فيها أفكار السنة اللي فاتت، فتعالى نفكر ونركز فيه. بيقول لك أول سؤال تشوز when iron fillings are replaced by a piece of iron. أنت أصلا كان عندك iron fillings وبدلتها ب piece of iron، فبيقول لك the time of the chemical reaction هيحصل له ايه؟ التايم. اه، هياخد وقت أطول، هيقل، هيزيد؟ انت في الايرون فيلينجز بيتم بسرعة ولا ببطء؟ هيقل. هيقل، يبقى decrease. طيب حلو الكلام. اللي بعده the measuring unit of concentration is. السؤال ده بقى مدمنينه. مول مول بير باي ليتر. مول per liter. Deficiency of NOT element in food leads to decrease of thyroxine hormone. ايودين. ايودين اللي موجود في الفود. The NOT secretes sexual glands activating hormone near puberty. بيتيوتري. ايه؟ بيتيوتري جلاند. بيتيوتري جلاند، عشان في ناس بتقرا سيكشوال جلاند اجري يلا على التو تيستس او التو اوفرز. تمام. write the scientific term a trait that always exists only in a pure form. هي always pure. اني صفة هي اللي always pure ما عندهاش ريسيسيف اوبشن؟ تريت. recessive trait، جامد قوي، برافو عليك. a substance that is made by the gene and responsible for a certain reaction. حاجة الجين بيطلعها. انزايم. انزيم. جامد. The ratio between the potential difference and the amount of a charge between the tips of conductor in 1 second. هو هنا مستكتر يقول لك the potential difference and the electric current intensity، فبيقول لك an amount of a charge in 1 second. طب ما انا عارف ان الاماونت اوف تشارج عندي اللي هي الكيو in 1 second اللي هي التي، اللي هي في الاخر equal I. فهو من الاخر عايز يقول لك قول لي الريشيو ما بين البوتنشال ديفرنس والاي، هتكون ايه؟ ايه الريشيو ما آه بينهم؟ على مهلك، فكر براحتك. في اوفر اي. ار. اه، ريزيستور. يبقى الالكتريك ريزيستنس. جامد. The change in the chemical structure of blood hemoglobin becomes not able to carry oxygen. الافكت ده بيكون اسمه ايه؟ وده طبعا افكت نتيجة ان شخص بيتعرض لسمول دوز اوف راديشن yearly. ده اني نوع افكت؟ اللي آه بيحصل مشكلة في الاستراكشر بتاع البلاد هيموجلوبين. لو مش فاكرها عادي نفتكرها سوا. اللي هي الدمج اوف بون ميرو تقريبا. لا 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 لا، انت كده لخبطت سيلولار الدنيا. افكت. سيلولار افكت بالظبط كده، هي حاجه موجوده جوه السيل نفسها، يبقى سيلولار افكت اللي بيحصل دامج، اي دامج يبقى ده شخص بيتعرض للارج دوز اوف راديشن. ده بيخش يدمج على طول، مش لسه بقى هنقعد نقول ان انا لا هتعور، لا هيحصل لي تغييرات، لا يا باشا، ده هيخش يدمر على طول. ففي الحاله دي يبقى يحصل له دامج. اللي بعده يبقى هنا فعلا اسمه سيلولار افكت. طب تعالى نفتكر الباقي بالمره. انا عندي حاجه ليها فيزيكال افكت، يعني حاجه ليها علاقه بالابييرنس زي السكين كانسر. عندي حاجه تانية ليها علاقه بالجيناتيك افكت، ودي حاجه ليها علاقه بالسيكس كروموزوم، بيحصل له برضو ان الاستراكشر بتاعه او الكومبوزيشن بتاعه بيحصل له تشينج، فبالتالي بيحصل abnormal بيرث، وده بيكون اسمه جيناتيك افكت. طبعا تالت حاجه هي السيلولار افكت اللي معانا قدامنا دلوقتي. طيب هنا بقى ده يعني فاهم لما يقرر ان هو يغلس عليك في يونت 1 ستيل محكوم، ستيل ما عندوش افكار، هو مرتبط بمجموعه من الكيميكال ايكويشنز ما عندوش غيرها. طيب تعال نبص على اول كيميكال ايكويشن. بيقول لك ام جي مغنيسيوم بلس هيدروكلوريك اسيد هيديني مغنيسيوم كلورايد وايه، فهو بيسأل على الكومباوند ايه، هيكون ايه؟ هو ما سالش عن ايه، بس هو اتش 2. اسمع بس، كده كده هنعوزه. اتش 2. الام هيبقى ايه؟ اتش 2. حلو الكلام، ال H2. طيب تاني واحده سي دي لما اتسخنت طلعت لي كربون دايوكسيد وبي. ايه الحاجه الوحيده اللي عندنا لما اتسخنت طلعت لي كربون دايوكسيد؟ حاجه وحيده يا تيمة، طالما حاجه فيها كربون دايوكسيد طلع يبقى هي كانت كربونات وهي داخله.
في يو سي او 3. هو ايه في بس؟ برضو في صوديوم كربونات بس مش هو، عشان هو بيطلع برضو حاجه ثالثه اللي هي الهيدروجين. ايوه بس اللي انت قصدك عليه ده في الدبل سبستيتيوشن رياكشن. ما انا عارف. ماشي. هنا بالظبط كده. طيب لما تسخن هنا طلع لي كربون دايوكسيد وطلع لي بي. ايه البي اللي كانت معاه؟ السي او. سي يو. حلو الكلام. جه بقى قال لك ايه؟ قال لك السي او مع الاتش 2 اللي داخله من هنا، البي اللي بي من هنا، والايه اللي من هنا طلع لي الناحيه الثانيه كوبر بلس اتش 2 او. اتش 2 بلس كوبر اوكسيد طلع لي كوبر بلس اتش 2 او. ده انهي نوع رياكشن؟ الاي حصل لها اوكسيديشن. الايه؟ اه ماشي. الاي ده انهي نوع رياكشن اللي هو الاكسيديشن والريدكشن؟ بروسيس. كيميكال رياكشن او بروسيس. طيب تعال نمشي بقى اللي هو عايزه هنا. ده كومباوند سي از ايه؟ طبعا انت لسه قايل لي كوبر كربونيت. كومباوند بي هو مين؟ انت لسه قايل لي كوبر اوكسيد. ده نقط بروسيس هابن تو ماتر ايه. طالما قال لي بروسيس يبقى اوكسيديشن. اوكسيديشن ريدكشن. حلو. انا عندي فعلا ال H2 اوكسيديشن. دخل هنا خرج الناحيه الثانيه H2O، يبقى ده والتاني اوكسيديشن. طيب والثانيه ريدكشن. الله ينور عليك. طيب complete. The airbags contain نقط which decompose when a sudden change in speed of occurs. الايرباج شايله جواها ماده اسمها ايه؟ صوديوم ازيد. صوديوم ازيد. يا تكتبها يا تكتب الكيميكال فورمولا بتاعها NaN3. السؤال اللي بعده ده لخبط ناس كتير، ركز فيه. بيقول لك ايه؟ The process of converting the positive iron positive 2 اتحول الى نيوترال ايون، اتحول لاتوم عاديه خالص. فبيقول لك نوع البروسيس هنا ايه؟ طالما قال لك بروسيس يا اوكسيديشن يا ريدكشن، فانت عشان تحدد لازم تعرف هو حصل له لوز ولا جين. جه. جين. يبقى دي نوع البروسيس اسمها ايه؟ اه، اولاد الذين عكسوها هنا. اه هو ده اللي عايز يعرفه. يبقى اسمها ريدكشن ريدكشن. بروسيس عشان هنا اصل في حصل جين. الميتال بيحصل له اوكسيديشن، هو مرضي عكسها لك بقى، هو هو رجعه من الايون للعادي. بس هو بيقول لي هو لازم يعرف انت فاهم ولا لا. عارف هنا حصل جين ولا لا؟ واحد كان فاقد 2 الكترونز، ربنا اداله 2 الكترونز فبقى رجع كامل زي ما هو، فبالتالي يبقى هو جاله 2 الكترونز يعني حصل له جين ل 2 الكترونز. انا مش عايزك تعمم قوي فكره ان هو الميتال دايما يحصل له اوكسيديشن، لا مش شرط. في الغالب بس مش شرط. هنا حصل العكس، فبالتالي يبقى هنا حصل له ريدكشن بروسيس. جامد قوي. نخش في الكويتشن اللي بعده. زي ما بقول لك الامتحان فيه افكار كويسه. طب تجيب الصفحات التانية. بجيبها حالا 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 حالا. جات اهي خلاص. هنا بص بقى يا نجم النجوم، عشان دي محتاجين نركز فيها. انا شرحتها امبارح في الريفيجن، اتمنى تكون ركزت فيها. A wire of copper its length 2 meter and current intensity of it is 10 ampere 5 when امبير the الاجابه. length. نعم. الاجابه 5 امبير. صح بس ممكن تقولي السبب. انا ما هنا حصل ما ان دام اللينس زاد الريزيستنس للدبل. ما دام الريزيستنس اتضاعف يبقى الانتنستي هو هنا مش هي. الريزيستنس، هو هنا اللينس اللي اتضاعف. ما هو ما دام اللينس اتضاعف يبقى الريزيستنس اتضاعف. برافو عليك. يبقى انا عندي الريزيستنس دي، كويس ان انت كنت مركز فيها. الريزيستنس دي بتتاثر بشويه عوامل، منها اللينس. اللينس كل ما يزيد كل ما الريزيستنس تزيد، وده منطقي جدا. ادي السلك كان كده، كان قصير فعامل لك ريزيستنس كده. طب السلك لو طول، اللينس بتاعه لو طول، فالريزيستنس هتطول معاه. فاوتوماتيك لو اللينس زاد للدبل فالريزيستنس هتزيد للدبل، فالالكتريك كارنت انتنس هيقل للهاف. فبالتالي بدل ما هو هنا 5، بدل ما هو 10 امبير هيبقى 5 امبير. بيرفكت. برافو عليك، انت اسرع واحد جاوبها. The electric current produced from نقط used in electroplating process. الالكتريك كارنت اللي بيطلع من ايه عنده مقدره يشتغل في الالكتروبليتنج بروسيس. ايه الحاجه اللي تديك؟ طب الالكتروبليتنج بروسيس دي انهي نوع الكتريك كارنت؟ دايركت. ايه دايركت السورس اللي بيديك يبقى دايركت؟ الكتريك سيلز او الكتريك الكتروكيميكال سيلز. سيل. جامد. إيه اللي بعده؟ بص ده بقى 3 electric cells EMF for each one of them 2 volt. The ratio between EMF for the battery when connected in series to the battery when connected in parallel.
طيب تعالى نمسكها واحده واحده. الثري باتريز دول في حاله ان هم سيريس، الريشيو بتاعهم كام او هيطلعوا فاليو كام؟ 3 بطاريات كل واحده ب 2 واتحطوا سيريس، يبقى التوتال فاليو آه لو حطوا سيريس الثلاثة والتو يبقى 6. 6. ولو اتحطوا باراليل لو اتحطوا بارلل هيكونوا 2. 2، يبقى 6 to 2 اللي هي 3 to 1. شكرا. اللي بعده. The safe dose when exposed to nuclear radiation for public. 1 severe. 1 ملي. 1 ملي سيفيرت او تحسبها له بقى 0.001 سيفيرت. تمام. The difference between the mass of manganese dioxide to its mass after ending the chemical equation او the chemical reaction هيكونوا كام؟ خلي بالك هو هنا ما بيسألش على الريشيو، هو هنا بيسأل على الديفرنس، الفرق ما بين اللي داخل واللي طالع هيكونوا قد ايه؟ 1 to 1. انت عندك دخل 2 جرام هيطلعوا 2 جرام. 1 to 1. يا واد اتقل يا واد. هنا مش عايز ريشيو، هو هنا بيقول لك انا عايز رقم. الديفرنس الفرق، اه ط- طارح اللي داخل من اللي طالع. 0 0 0. زيرو. شكرا. خلي بالك هو هنا قايل لك ديفرنس، هو مش عايز ريشيو. انا ما قريتش السؤال اصلا. ماشي. when hydrochloric acid react with sodium carbonate ده جاز evolve، الجاز اللي طالع يحصل له burning with pop sound؟ لا. الجاز اللي طالع ماله؟ تربد لايم ووتر. turbid ده clear lime water. برافو عليك. يلا آخر سؤال هنا. The level of normal glucose sugar in the blood 80 to 130 measuring unit before eating approximately. Which gland is responsible for adjusting blood glucose sugar؟ أنهي جلاند اللي مسؤولة عن قصة السكر دي؟ بنكرياس. البنكرياس. How does that in case of increase or decrease of glucose sugar؟ في حالة الانكريز بيحصل ايه؟ في حالة الديكريز بيحصل ايه؟ من الاخر عايزك تقول له ايه الهرمونز اللي بتفرز في حالة ان حصل زيادة في الجلوكوز شوجر او نقص في الجلوكوز شوجر. في الانكريز انسولين هرمون. ماشي. وفي الديكريز جلوكاجون في هرمون. الديكريز جلوكاجون. جلوكاجون هرمون. يلا تعال نخش في الفور فيجرز دول، وهنا فيهم سؤال ثعباني. طيب فيجر 1. The opposite figure shows thermal decomposition of mercury oxide. حلو الكلام. Choose the number which refer to the change of oxygen gas concentration. عندك اللي تحت ده نمبر 1 وده نمبر 2 وده نمبر 3. في واحد فيهم بيعبر عن الاكسجين جاز، انهي واحد في دول؟ اللي اولا هو بيعبر عن الاكسجين الاكسجين. جاز رياكتنت ولا نمبر برودكت؟ 2. نمبر 2 نمبر صح. 2. هو عندي برودكت، بس البرودكت النمبر اوف كونسنتريشن بتاعه او النمبر اوف موليكيولز بتاعه هو الاقل، فبالتالي نمبر ايوه 2. مثلا على فكره موضوع النمبر اوف موليكيولز ده حضرتك بتقوله لي كل حصه 5 مرات. والله العظيم عشان الناس بتنساه وبتتلخبط فيه وبيقعدوا تايهين توهان السنين فيه، فانا بقوله وبيغلطوا. طب اعمل ايه؟ طب تعالى نشوف اللي بعده. When putting a piece of silver in dilute hydrochloric acid the concentration of acid هيحصل له ايه؟ هيديكريز ولا هينكريز ولا هيريمينز كونستانت؟ خلي بالك. آه، اتأكد هي الأول هل هيحصل كيميكال رياكشن؟ يعني هل حاجة هتقل وتزيد ولا أصلا ولا كأن حاجة موجودة؟ ايوه على السؤال ده مامتي جابته لي امبارح من على الفيس وعرفت احله، اصلا ما فيش كيميكال رياكشن. بس هو مفيش كيميكال رياكشن، ولا الهيدروكلوريك اسيد هيقل ولا ده هيقل ولا حاجة هتتكون، فبالتالي هيريمينز كونستانت طبعا. اللي بعده. ما انا امي لسه جابه لي من على الفيس امبارح. ما انا بقول لك لا، الامتحان ده فيه افكار حلوه، فانت نشنت مظبوط يعني. طيب هنا بيقول لك number of neutrons to number of protons. بص هنا السؤال ثعباني، يعني حتى هنا ما كانش جايب حاجه سالكه خالص. فبيقول لك in the opposite figure the element نقط is radioactive. قايل ايه. لك ليه؟ علشان النمبر اوف نيوترونز مور ذان ريكوايرد فور ستابيليتي. عالمي عالمي عالمي، اتحولت في اخر الترم. يبقى element is radioactive due to number of neutrons more than number of protons. لو جبت اللي جاي ده تبقى عيل عفريت. ركز بقى هنا، انا عندي تو كوندكتورز، تمام، B و A. البي 50 فولت